البنت اللي غادي تعيش العذاب ومنى تكبر غادي تتزوج بكوري وغادي يخونها مع من غادي تكون الصدمة. السلام عليكم، معكم إطاف. كيف الأحوال ديالكم؟ كنتمنى أنكم تكونوا مزيانين. القصة ديال اليوم واحد القصة اللي أنا ملي كنت كنقراها وأنا مصدومة. كنقرا ديك القصة وأنا كنقول مستحيل يكون هاد الشي حقيقي. غتقولوا لي مين جبتي القصة ديال اليوم؟ هاد القصة عاودتها لي واحد البنت من المتابعين ديالي. تاكلوا النهار اللي عاودت لكم على القصص ديال التزوج كوري وندمت. تما الصراحة جاوني بزاف ديال الرسائل، كل رسالة تصدمك في رسالة ديال بنات تزوجوا بكوريين، بنات تزوجوا بأجانب ولا ولاد بلادهم ووقعوا لهم مصائب. إذا تبغوني نعاود لكم أكثر كتبوها لي في التعاليق. هاد البنت سميتها رحاب. تقول لي حياتي وانا صغيره كانت زوينه الا فجاه غادي تقلب. هنا يوصل العمر ديالي 10 سنوات، الام ديالي غادي توفى ونبقى عايشه انا والاب ديالي حيت انا كنت وحيده. ولكن بعد عام الاب ديالي غادي يضطر انه يتزوج. حيت علاش؟ مع الخدمه ويقابلني ما بقاش قادر، وعيا، وخصوصا انه الوقت ديال القرايه ديالي والخدمه ديالو كيجيو مع بعضهم. فكنضطر 4 مرات نبقى بوحدي، والاب ديالي ما بغانيش نبقى هكاك مكرفصه. فغادي يضطر يجيب واحد المراه اللي غتكون هي المراه ديال الاب ديالي. فهاد المرض الاب ديالي في الاول تولي تعاملني مزيان، ولكن كل مره كتزيد تسوء المعامله ديالها. وغادي تزيد تسوء من غادي تولد 2 وليدات. غادي ترجع بحال اللي تقارني معاهم وبحال اللي تغير مني وباغا دائما تشوفي ولادها مزيانين وانا لا. لدرجه انني كنت كنقرا مزيان ولكن دائما كانت كتحرض الاب ديالي انه يخرجني من المدرسه. تخيلوا معايا، غادي نعيش حياتي كامله هكاك، دائما مدبزه معاها، دائما مرونينها. ولكن حتى غادي نوصل للباك غادي نقرر واحد القرار اللي يكون عقلاني. غادي نقول للاب ديالي انا كبرت الابا وانا عايشه ظروف اللي صراحه صعيبه وانت عارف وراك كتشوف منا بعض الحاجات. غنقول له نمشي نعيش مع جده. با هنا ما وافقش، وحتى المراه ديال الاب ديالي ما توافقش. علاش؟ حيت باغاني نبقى حداها باش تتحكم فيا. ولكن غادي نبقى نقنع الاب ديالي، والصراحه كان ظريف وكان كيعاملني مزيان. يقول لي واخا بنتي مشي عند جداك تعيش معاها وانا نبقى نسرد لك المصروف ديالك. غادي نبقى جالسه مع جده. غادي يوصل الوقت ديال الجامعه، غادي نقرا واحد العامين ديال الجامعه، ولكن ما يبقاش عاجبني الحال، حيت ماشي داكشي اللي باغا نديرو. فهنا غادي نبقى نفتش على المدارس اللي يكونوا خارج البلاد، وغادي نلقى واحد الفرصه اللي غادي تكون في اسبانيا. غادي نتواصل مع با، غادي نقولها له، نقول له ما تقولش نهائيا المره ديالك. فغادي نقولوا انا باغا نمشي نقرا اسبانيا، واش ممكن كذا وكذا. غادي يقول لي الاب ديالي واخا، وغادي يوافق انني نمشي اسبانيا ونقرا تما. مي غادي نمشي الصراحه الايام اللي ندوزو تما كاملين زوينين. غادي نتعرف على بزاف ديال البنات، وانا من النوع اللي كنت اجتماعيه. يعني دائما كنت كيعجبني نكون مع الكليكه، نهضر نضحك، كنت كنحاول نعمر داك الفراغ اللي عندي من صغري. فغادي نتعرف على بنات ودراري في اسبانيا، غادي يوليو صحابي الصراحه، وكانت الامور كامله مزيانه. من غادي نوصلوا للعام الثالث ديال القرايه، غادي يكون كل واحد فينا كيقول شنو غادي يكمل، حيت كنا باغيين نكملوا قرايتنا حيت 3 سنين ما كافيين والو. فكل واحد فينا غادي يبقى يقول شنو خصو يكمل، شنو خصو يقرا. فغادي ينوضوا هاد الكليك اللي يكون معاهم، غادي يقولوا اننا نمشيو نقراو في كوريا، وغادي نمشيو نقراو مجموعين. هنا غادي يبداو يدخلوا لي هاد الفكره. انا الصراحه ما كانتش عندي فكره نهائيا انه نمشي شي نهار لكوريا. كنت كنتفرج الدراما، كنتفرج الكيبوب، ولكن ما عنديش زعما فكره انه شي نهار نقدر نمشي نعيش تما ولا نقرا تما. فغادي يبداو يزينوا لي الفكره، غادي يقولوا لي حنا نمشيو جروب نعيشوا مع بعضنا كذا وكذا. بالخصوص واحد صاحبتي اللي كانت قريبه لي بزاف وكانت اسبانيه سميتها ماريا. هاد صاحبتي تحاول تقنعني بجميع القوه ديالها، وفي الاخر غادي نتقنع باش انني نمشي لكوريا. ديك الساعه غادي نبداو ندفعوا الوراق ديالنا للجامعات الكوريه باش نشوفوا الجامعه اللي غادي تقبلنا. انا الصراحه كنت باغا نكمل في الهندسه، وجبرت تما واحد المدرسه واخا كانت غاليه شي شويه. تواصلت مع الاب ديالي، واصلا انا كنت خدامه في اسبانيا، فالحمد لله كانت الامور ديالي مزيانه، يعني ماشي امور ما قدرتش نمشي نكمل قرايتي تما. فغادي نمشي ندفع الجامعه تما، حتى صاحبتي تدفع معايا، وحتى بعض الدراري وبنات كنعرفوهم غادي يمشيو حتى هما. ولكن هادو كانوا من محبين ديال الدراما والكيبوب وكيحماقوا على شي حاجه سميتها كوريا. ولكن انا غير ماشيه حيت كان الهدف ديالي هو المستقبل ديالي. وبما انهم زينوا لي القرايه تما وانه نقدر نوصل لشي حاجات زوينين، فقلت علاش لا ما نمشيش ونكمل قرايتي تما بما انه انا قادره. غادي نمشيو تما باش نكملوا قرايتنا. غادي انا وصاحبتي نكريو واحد الاستوديو مع بعضنا، وحتى صحابنا كانوا كاريني قرابين لينا. يعني ماشي بعادي، كنجمعوا دائما، كنضحكوا، كنتعرفوا على اصدقاء كوريين. الجامعه بدات، الامور بدات كتزيان. دبرت على خدمه تما باش نزيد التعاون ونشري المستلزمات ديالي، حويجاتي كذا، ونعاون الاب ديالي باش ما يكونش الدرك عليه بزاف.
غادي نبداو نتعرفوا حتى حنا على شلات آخرين كوريين، أصدقاء كوريين، وأنا وهاد صاحبتي كيما قُلت لكم كنا قرابين بزاف، 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 لدرجة ما كنتفارقوش، الجامعة كنمشيو مع بعضنا، الأصدقاء ديالنا عندنا مشتركين يعني تقول فحال الخوت، وكنت فرحانة بها علاش؟ حيت هي عوّضتني على داك النقص اللي كان عندي، ما عنديش خوتي، واخا الخوت ديالي من الأب ديالي عزازين عليا، ولكن ما كانوش قرابين ليا بزاف بسبب الأم ديالهم. حياتنا تبقى غادية هكداك في كوريا. بطاقة إيجابية، حياة زوينة، ما أروعها، كنقرا مزيان، نقاطي زوينين، أتقول حتى واحد النهار غادي يدخل واحد الولد كوري للشلة ديالهم، يعني رجعت هو الصديق ديالهم، ولكن هذا غادي يكون كيقرا الطب تما في كوريا، ولكن هو كوري، غادي يسميوه كيم باش ما نتلفوش طبعًا. قالت غادي يدخل هاد كيم الشلة ديالهم ويرجع صديق معاها، صديق مع صاحبتها، وغادي ترجع أمور زوينة. كيخرجوا حتى هما مع بعضهم، هو طبيب هما مهندسين، هذا كيعاون هذا، هذا كيعاون هذا. وقالت العلاقة ديالنا ماشي وهي كتوطد، وهاد العيل كان ظريف بزاف وكان كيعاملني مزيان وكان كيعامل حتى صاحبتي مزيان والشلة ديالنا مزيان، يعني ما فيه حتى شي حاجة اللي تعيب. حتى الأصدقاء اللي دايرين به كيقولوا عليه دائمًا الحاجة زوينة، حتى ما كاين ما ينخافوا. قالت ولكن أنا الصراحة كنت كنعتبره غير صديق وعادي، يعني كنخرجوا مع بعضنا كنضحكوا نقدروا نجلسوا أنا وياه، ولكن ما بيناتنا حتى شي حاجة، عمرو بين لي شي حاجة ولا أنا بينت له شي حاجة. كتبقى سنوات هكاك العشرة ديالنا مزيانة، حتى دوز سنوات هاد كيم غادي تخرج قبل منها طبعًا، غادي يرجع طبيب وغادي ما يبقاش ديك التواصل الكبير بيناتهم، ولكن يرجع غير تواصل في التليفون، وهي ترجع تلاقى به مرة مرة وغير بوحدها، والعلاقة ديالهم ما تزيد توطد. حيت قالت في الأول ملي كنا مجموعين كنا كل ما كنتلاقاو كنكونوا دائمًا مجموعين، ولكن قالت دابا بدا كيسرد لي الرسائل في التليفون، بدينا كنخرجوا. قالت أنا كان باقي لي عام ونتخرج، يعني هذاك العام الأخراني ديالي وحتى أنا نمشي نقلب على الخدمة. قالت هنا بدات الأحاسيس ديالي كتبدل من هاد كيم اللي كان مجرد صديق غادي نولي نحس ليلو شي حاجة. قالت هنا غادي نرجعوا أنا وياه مع بعضنا، وغادي يبقى واحد العام هكاك مع بعضهم، يعني نتوما عارفين يعني اون غولاسيون مع بعضهم، أمور مزيانة، كيجيب لي دي كادو، كنخرجوا، كيضحكني، كيعاوني، إذا احتجتو في أي حاجة كنجبرو. وقالت لحد الآن باقية عايشة مع ديك الصديقة ديالي ماريا، حتى هي كتعاملني مزيان، مزيان، وكنجي ديما نعاود لها على كيم وكتفرح لي، وبالعكس هي اللي كتشجعني وكتقول لي داك السيد زوين، بالعكس عندك تسمحي فيه، عندك كذا، عندك كذا. قالت حتى غادي نتخرج داك العام وهادو شي شهور، قالت هو غيكون في ديك الساعة خدام عليه تقريبا عام وشي حاجة، غادي نخرجوا واحد النهار وغادي يتقدم لي تما، غادي يحني ويعطيني الخاتومة وغادي يفرح بزاف ويقول لي أنا باغي نتزوج بيك. أنا كنت كنستنى هاد اللحظة أنه إمتى أنا نخدم باش نجي نخطبك ويكون هداك الشي رسمي وما نبقاوش هكا في غولاسيون وصافي. قالت بما أنه حنا كنا في السن يعني ناضجين، سن كبير يعني ديال الزواج، فما كنتش متردة، وأصلًا الشخص اللي كنبغيه فعادي أنني نقبل الزواج. قالت وإنما قلت له أنه إذا تزوجنا ضروري أنه تمشي للمغرب عند والديا تما نديرو العقد ديالنا وكذلك نتزوجو هنايا. قالت ما رفضتش نهائيًا، فقالت غادي نعودو للمغرب، غادي نكتبو الكتاب ديالنا تما، وغنبقاو تقريبًا واحد شهر تما، غادي يعجبو المغرب مزيان، الأجواء كاملة مزيانة، وغادي نرجعو لكوريا. غادي هنا تقول أنهم من يرجعو لكوريا يديرو العرس تما حتى هو بسيط، وغادي تمشي تعيش معاه. بالنسبة ليلو قالت هو كان خدام في واحد المدينة أخرى اللي كنت عايشة فيها أنا، فغادي نضطر أنه أنا نمشي عندو ونجلس تما ونفتش خدمة على في ديك المدينة اللي هو فيها. أما بالنسبة لصاحبتي راه بقات في السودو ديالنا اللي كنا عايشين فيه، بقات هي تما كتفتش على شي خدمة تما في نفس المدينة، ولكن أنا مشيت عند الزوج ديالي وكنا ديما على تواصل والعلاقة ديالنا ما خرباتش واخا تزوجت. قالت حتى غادي يدوز شهر تقريبًا على الزواج ديالهم، غادي تدبر هي واحد الخدمة تما في نفس المدينة اللي فيها الراجل ديالها، غادي تبقى خدامة، أمور مزيانة، الزوج ديالها كيعاملها مزيان، ما منقصاها من حتى شي حاجة. قالت الحياة وردية والحمد لله أخيرًا لقيت شي واحد يعمّر الفراغ اللي كنت كنعيشو من صغري. قالت حتى غادي يدوز واحد الفترة تقريبًا نص عام يعني 6 شهور، غادي يجي الزوج ديالها وغادي يفاجأها بواحد الخبر، غادي يقول لي رحاب أنا غادي نمشي نخدم في واحد المدينة أخرى، وهاد المدينة بالضبط هي اللي كنت فيها في الأول. غادي يقول لي أنا جاتني الخدمة تما خدمة بصالير كتار، ولكن نقول له أنت أصلًا دابا خدام يعني علاش تبدل الخدمة؟ يقول لي لا هادي بصالير كتار وهذا يعاوننا أنا ندورو مستقبلنا كتار أنا وياك وهاد الشي كنديرو من أجلك. قالت ملي كنشوفها هاكا ما رفضتش، فقلت الأمور عادي غادي يمشي، غادي يخدم تما، مرة نمشي عندو أنا، مرة هو يجي عندي، والأمور هاكا حتى يسهل الله إما أنا نمشي عندو نهائيًا أو هو يجي عندي نهائيًا.
كتبقى الحياة ديالنا هاكا لمدة 6 شهور، بقى ديما كيهضر معايا بلي زابيل فيديو، مرة يجي عندي مرة نجي عندو، يعني ما كنشك في حتى شي حاجة وما وقع حتى شي حاجة، حيت الراجل ديما كيهضر معايا بلي زابيل فيديو، وفوقاش ما عيطلو كيجاوبني، فقط ما كنت كنحس بحتى شي حاجة. قالت هنا أنا غنكون كنعمل واحد البلان آخر، غادي نمشي عند الشركة ديالنا، غنقول بما أنه أنا كنقدر نخدم عن بُعد، فاش بان ليكم نمشي نخدم عن بُعد ونبقى نجي مرة وحدة للشركة، يعني مرة 15 يوم، نجيبكم لي دوسي نشوف واش كاين شي مشاكل ولا كاين شي حاجة، يعني ما تلقاو معايا حتى شي مشكل. قالت غادي يوافقوا الشركة ديالي، وهنا غادي ما نكونش قايلها لراجلي وغادي نعد له مفاجأة، وغادي نمشي عندو وغادي نجمع حويجاتي ونمشي عندو للمدينة فين هو. كنت أنا أصلًا ساكنة في الأول فين كاين صاحبتي دابا، وفرحت بزاف حيت غادي نرجع حدا صاحبتي، كتنعد له مفاجأة، غادي نمشي عندو، غادي نوصل للدار، غادي ندق عليه، غادي يفتح لي الباب وغادي ندخل عندو. هو ظن مني غير جيت عندو نطلع عليه وغادي نرجع بحالي، ولكن غنقولو أنه عندي ليك مفاجأة، أنه غنبقى معاك دائمًا وغادي نمشي مرة وحدة 15 يوم للخدمة ديالي. كانت هنا أنا كنت كنتوقع منه أنه يفرح ولا يدير شي reaction ماشي عادية، إنما هو فحال لا يتصدم ويقول لي: "كيفاش غادي تبقى هنايا؟" نقول له: غنبقى هنايا، راه هدرت مع الشركة كذا وكذا، ويحاول يقول أنه وكيفاش راه عندك تخصّ الخدمة ديالك كذا. قالت أنا جاتني غريبة، ولكن في نفس الوقت قلت أو قلي خوفًا عليَّ على أنه نخسر الخدمة ديالي حيت مدة طويلة وأنا كنفتش عليها. قالت ولكن الأمر ما كانش هاكا، وقالت ما خوفي كان أعظم، حيت اللي غادي تكتشفو من بعد هاد الشي غادي يدمر لها حياتها كاملة. قالت ملي جيت نسكن معاه بديت كنلاحظ شي حاجات اللي ماشي عاديين، الراجل اللي كان كيبقى من الخدمة للدار رجع كيتعدل في الخدمة وكيقول لي لا كانت عندي واحد الحالة وانتينا عارفة الطب ماشي ساهل كذا، ولكن قالت أنا دائما كنت كنقول أوكي راه خدمته، راه سنين وأنا معاه عمرو ما دار شي حاجة. قالت ولكن داك الشي كتر وكتر 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 وكتر، بديت كنشك فيه لدرجة بعض المرات بديت كنشم ريحة البارفان في شكل على حويجاتو. قالت في نفس الوقت كنت كنمشي عند صاحبتي وكنعاود ليها هاد الشي، كنقول لها أنه أنا شاكة في راجلي يمكن يكون كيخوني، ولكن صاحبتي دائمًا كانت كتهديني وكتعطيني طاقة إيجابية وكتقول لي مستحيل راه كيبغيك بزاف، مستحيل أنه يخونك كذا وكذا. كنت كنتهدى وكنرجع للدار بحال اللي ما وقع حتى شي حاجة. بقات حتى لواحد النهار كيما قلت لكم أنه كنت كنمشي للخدمة كل مرة في 15 يوم، بقات أنا كنت مشيت عندهم الخدمة، ولكن بعد يومين غادي يعيطوا لي الخدمة غادي يعيطوا لي يقولوا لي رحاب عندنا واحد المشكل إذا ممكن أنه تجي ضروري للشركة دابا. غادي يكون راجلي في الدار وغادي نقول له أنا الشركة عندهم شي حاجة ضرورية غادي نمشي ليهم دابا. غادي يقول لي أوكي. بقات مع المدة باش نوصل لمدينة أخرى مدة اللي طويلة، بقات وهاكا ركبت الطونوبيل ديالي بديت سايقة، عاد غادي تجوز شي 30 دقيقة على وأنا سايقة غادي يعيطوا لي الشركة من جديد ويقولوا لي رحاب راه حلينا المشكلة، إذا كنتِ باقي ما انطلقتيش ولا كنتِ عاد وصلتِ شوية من الطريق يمكن لك أنك ترجعي بحالك بلا ما تجي. قالت غادي نقول أوكي الحمد لله أنه ما نضربش داك الطريق كاملة وغادي نرجع للدار، يعني كما قلت لكم أنا كنت ضربت نص ساعة من الدار وغادي نرجع بنص ساعة ولا بزيادة، جوزت تأخرت شوية فتكون واحد ساعة ونص جلست باش خرجت من الدار. قالت ملي غادي نفتح الباب ديال الدار غادي نتصدم أنه غادي نلقى واحد الصباط ديال البنت غريب حتى في الدار ديالي. شنو هاد الشي شنو واقع؟ قالت غادي ندخل، غادي نتصدم، غادي نجبر صاحبتي اللي كانت عزيزة عليا ماريا البنت الإسبانية اللي صاحبتي الروح بالروح مع راجلي كيم. قالت غادي نتصدم، غادي ما نبقى فاهمة حتى شي حاجة، الدنيا غادي تدور بيا. قالت لدرجة أنه ما استوعبتش داك الشي، خرجت من الدار وبقيت جارية، ركبت الطونوبيل ديالي وبديت جايزة. قالت هي كتصوني هو كيصوني. قالت ولكن أنا ما بقيت حاسة بحتى شي حاجة. بقيتي ماشية في الطريق. قالت حيت ديك المنظر اللي شفتو راه مستوعبتوش، كيفاش صاحبتي مع راجلي، صاحبتي اللي كانت كتشجعني وكتقول لي أنه راجلك راه ما كيخونكش هي اللي صدقات كتخوني مع راجلي. قالت تما غادي يجوز تقريبا 24 ساعة ما نظهرش في الدار نهائيا، غادي يعياو يعيطوا عليا ما غاديش نجاوبهم، ولكن بعد 24 ساعة غادي نرجع للدار غادي نجمع حويجاتي، غيكون راجلي تما كيم غادي يعيا ويرغب فيا أنه لا أنا هدايا غلط ومرة وحدة وكذا وكذا وكذا. قالت ولكن أنا ما كنتش كنسمع له حيت أنا اللي عشت في حياتي راه كافيني وتخليت على بزاف ديال الناس في حياتي، فشكون نتا اللي دمر لي حياتي ودير ليا هادشي. قالت فغادي نمشي نجمع حويجاتي غادي نحطهم في السيارة ونقولو أنه هادي آخر مرة غادي تشوف وجهي وغادي نتفارقو وغادي تطلقني. قالت هي ما يرغب فيا ولكن أنا والو. قالت في داك الساعة غنهز غنسوق ونمشي للدار ديك صاحبتي غادي ندق عليها غادي تفتح لي وغادي نقول لها شوف
أنا هداك الراجل علاقتي بيه سالات، وحتى نتينا علاقتي بيك سالات، وأنه عمرك كتشوفي وجهي ولكن بغيتيكي تعاودي الحقيقة باش نعرف اش من درجة أنه كان مكدوب عليَّ. غادي تجلس مع هاد صاحبتها وتعاود لها وغتقول لها تخيلوا أنه كان معاها بعلاقة من بعد ما تزوجوا هما بشهر، ماشي غير مورا ما جا لهاد المدينة فين كاين ماريا، وإنما غادي تقول لها من نهار اللي تزوجك بعد شهر وأنا كنهضر معاه وأنا وكذا، وغادي توري لها الconversation وغتقول لها هو اللي دخل عليَّ وهو كذا وكذا وكذا وكذا، وغتحاول تعتذر منه، ولكن راه حابة تقول أنا فات الفوت وما عندي ما ندير، صافي خسرت جوج ناس بالعكس، ولكن الحمد لله أنه تهنيت منهم حيت داك الناس ما يصلحوش أصلًا في حياتي، وغادي أتطلق منه، غادي ندفع الوراقي، غادي أتطلق منه، غادي تمشي للمدينة ديال فين كاين خدمتها، بقات غادي نكري تما، غادي نبدا من الزيرو، غادي نخدم خدمتي، غادي نركز على راسي. قالت أنه الشخص اللي كنت كنظن منه أنه غيعوضني على الحياة اللي عيشها في صغري وعلى داك الفراغ اللي كان عندي، ما زاد غير الطين بلة وزاد أذاني وزاد عيشني في الجحيم. قالت وهنا وصلت لواحد المرحلة ما قادراش نثق في الحب، ما قادراش نثق في الصداقة، لدرجة ولات كتقربني شي وحدة تكون الصديقة ديالي كنخاف منها وكنفر منها حيت كنعرف خدمتي والدار. فأنا رحاب غادي نطلب من النصيحة غتكون شنو بالكم، زعما شنو تنصحوني، واش أنه ناخد هاد التجربة اللي عقدتني على محمل جيد ولا نخليها هي تجربة وأنه ماشي كاملين فحال فحال. بغيتكم البنات تنصحوها ولكن تنصحوها بالعقل حيت البنت راه مجروحة والبنت راه مأذية وهاد الشي راه ما دارش عليه بزاف. فبغيتكم إذا كنتو غتنصحوها ماشي تقولوا مدلولة كذا وكذا، إنما تعطيوها نصيحة ليلة، ولأي بنت تكون كتمر من هاد الشي وكتقرا هاد الشي، حيت الصراحة النسبة ديال الرسائل اللي كيجيوني البنات اللي كيعانيو سواء قلت لكم أجنبي ولا عربي ولا من نفس ولد بلادة، راه رسائل ما تطيحلكمش على البال. وماشي غير البنات كاين حتى الدراري كيعانيو مساكن، يعني ماشي يرجعوا للنساء هما اللي كيعانيو وكذا، لكن حتى الدراري صراحة كيعانيو كيسردوا لي الرسائل ديالهم. بغيتكم تنصحوها بحال اختكم. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، تهلاو في راسكم وبسلامة.